كنت فاكرة إن الموضوع بسيط جدا لحد ما ابن عمي دخل الحمام، وفي ثواني حصل اللي أنا ما كنتش متوقعاه. تعالوا نشوف ايه اللي حصل من البداية. أنا اسمي هند. بتبتدي حكايتي يوم فرح بنت عمي الكبير. أنا والبنات كلنا بنكونوا متجمعين. بنت عمي بتعمل شعرها وبتعمل ماسكات وبتعمل حمام مغربي. أنا والبنات بنقرر إن احنا نعمل حمام مغربي. اليوم ده انا قررت ابات بيت عمي لان البنت اللي كانت بتعمل لنا الماسكات قالت كلنا نبات. ده بسبب ان عددنا كان كبير جدا والبنت ما قدرتش تعمل لنا في نفس اليوم. تاني يوم صحينا على صوت دوشة لان بيت عمي كان مليان ناس كتير جدا وكان الفرح تاني يوم. انا قلت للبنت هتقدري تعملي لنا النهاردة؟ قالت عادي هقدر. نكونوا موجودين في الأوضة دي والباب هيكون مقفول علينا. قلتلها طيب والحمام؟ قالتلي اي بنت من اللي خلصوا امبارح تطلع تأمن لنا الطريق. خلاص ماشي. الدنيا كانت زحمة خالص والناس كتير كانوا موجودين في البيت. كنت حاسة اني متوترة وقلبي مقبوض. بنت عمي قالتلي انتي قلقانة من ايه؟ يمكن بس علشان الناس كتير وانتي محرجة شوية. علشان تكوني مطمنة انتي اول ما تيجي تاخدي الدش بتاعك انا هستناكي على باب الحمام. قالتلي انتي متأكدة؟ قلتلها اه والله متأكدة. خلاص ماشي. البنات ابتدوا يعملوا الحمام المغربي وبعد كده جه عليا الدور. بنت ابتدت تعملي وتحطلي ماسكات وانا بصراحة كنت مبسوطة جدا لان اول مرة اعمل حمام مغربي في حياتي. بعد ما البنت خلصت لي قعدت شوية وقت بالماسكات. حسيت ان جسمي اتشرب بالماسكات قررت ان انا اقوم اخد الدش بتاعي. طلبت من بنت عمي تيجي معايا علشان انا كنت متوترة قوي. هي قبلي وأمنت الطريق وقالتلي مفيش أي حد موجود في الصالة. هم قاعدين في الصالون الكبير اللي برا. ادخلي بقى على الحمام على طول. كنت أجري من الأوضة على الحمام وأول ما وصلت الحمام حسيت إني مرتاحة. إني هاخد الدش بتاعي وألبس هدومي وأخرج وأنا تمام ومفيش أي حاجة تخليني أتكسف. حسيت إن أنا أخد الشاور بتاعي وبنت عمي فهمتني هي واقفة على الحمام من برا. رحت على الآخر وفضلت أغسل في شعري وفضلت أغسل في جسمي من الماسكات. منسجمة تحت المية ابن عمي دخل عليا الحمام. حمام بيت عمي ملوش مفتاح ودي الحاجة اللي كانت مخوفاني احسن حد يفتح عليا الباب. كنت موصية بنت عمي تقف على باب الحمام علشان ده ما يحصلش، بس للأسف انا مش عارفة في الوقت ده بنت عمي راحت فين. ابن عمي لما شافني بالوضع ده فضل واقف ومتنح ولكن انا صوتت. كان مسموع لدرجة ان كل الموجودين دخلوا عليا لكن انا كنت مدارية نفسي بالبورنوس. لكن انا بنت محجبة وما كانش ينفع يشوف حد شعري ولا حتى جزء من رجليا. لما دخلوا عليا وشافوني بالبورنوس فهموا الموضوع غلط خالص وقعدوا قعدة كبيرة مع ابن عمي. زعقوا معايا ومع ابن عمي وقالولنا انتم كنتم تعملوا ايه في الحمام. لكن اشرف زعق فيهم وقال لهم انا ما كنتش بعمل حاجة، انا كنت داخل الحمام عادي. انا خبطت على باب الحمام كتير جدا ولكن لما هي ما سمعتنيش انا دخلت. يعلم ربنا انا ما كانش في دماغي اي حاجة، انا راجل متجوز واستحالة ابص لاي حد غير مراتي. مراته ما صدقتش اي كلمة من اللي قالها وفضلت تصوت وتقوله طلقني. المشكلة ابتدت تكبر والصوت بدأ يعلى. اما عمي لقى الدنيا باظت قال لبابا اخلص فرح بنتي وبعد كده نشوف الموضوع ده. تاني يوم كان فرح بنت عمي وانا كنت زعلانة ومتضايقة جدا على اللي حصل. للأسف كل اللي حضر الموضوع اتكلم عليا واتكلم على عرضي. بابا زعل جدا وحس بقهرة من جواه لأن كل اللي حضر الموضوع كانوا من أهله. بابا قال لعمي أبو أشرف احنا لازم نقعد نتكلم النهاردة. ما شفتش الناس كانوا بيتكلموا على بنتي ازاي ونظراتهم لينا كانت عاملة ازاي. نحل الموضوع ده دلوقتي. عمي قاله اللي انت عاوزه. بعد ما وصلنا بنت عمي بيتها جوزها عمل قعدة تانية. عمي قال لبابا ايه اللي يرضيك؟ قاله ابنك يتجوز بنتي. قال ابدا على جثتي انا لا يمكن اتجوزها، مش كفاية مراتي سابت البيت ومشيت. سبب الموضوع اللي حصل. بابا رد على اشرف وقال له ايه الهبل اللي انت بتتكلم فيه ده؟
انت دخلت على بنتي وشفت جسمها، والله اعلم بقى هي صوتت ليه. أشرف اتضايق جدا من كلام بابا ومن تلميحاته، وقال له اهو بنتك عندك، شوف بنتك واسألها. هي بقى مش لاقية حد يتجوزها فهترمي بلاها عليا. بابا قام وكان عاوز يضربه لكن عمي منعه. عمي بعد ما بعتهم عن بعض قاله على فكرة يا أشرف، هند عندها 18 سنة، انت لسه صغيرة، والحركة اللي حصلت امبارح وقفت حالها يا ابني. أشرف قاله أنا ما عملتش حاجة، أنا كنت كل اللي عاوزه بس أنا كنت عاوز أدخل الحمام. عمي قاله يرضيك إن بنت عمك الناس يتكلموا عليها؟ ده أقرب الناس لينا هما اللي بيتكلموا، مالين يقولوا في كلام ويطلعوا في إشاعات ما حصلتش. خاطر أبوك يا أشرف اكتب على بنت عمك واتجوزها. أشرف فضل يفكر شوية وقاله خلاص يا بابا أنا موافق. بابا بصله بدي وقاله توافق غصب عنك. أشرف كان هيرد لكن عمي طبطب على كتفه ومنعه إن هو يتكلم. عدي الأيام وبيجي أشرف هو وأهله علشان يطلبوا إيدي بشكل طبيعي. أنا مش عاجبني اللي بيحصل لكن ما يكونش ليا أي حق إن أنا أتكلم. البنت الكل بيزعقلي وبيلوم عليا، بيقولولي ليه تعملي حمام مغربي وانتي لسه متجوزتيش. انا ما بقدرش اني اتكلم، بسمع منهم كلام زي السم وبسكت. انا بابا كان عاوز يضربني وقال لي ايه اللي خلاكي تقلعي هدومك في بيت غير بيتك. طبعا هو كان عنده حق لكن انا ما كنتش اعرف ان كل ده هيحصل. بعد فترة صغيرة بتخطب انا واشرف ما بيكونش طايقني، كان بيتعامل معايا بطريقة وحشة ودايما كان بيتعصب وكان بيزعق. غير كده هو كان بيعمل معايا كده علشان يطفشني. انا اروح لبابا اقوله ان انا مش عاوزة اكمل، وانا استحالة كنت هروح لاقول لبابا حاجة زي دي لانه كان هيقتلني فيها. قررت اني اتحمل معاملة زي الزفت وطريقة تقرف، وكل ده علشان ذنب انا ماليش علاقة بيه اصلا. في يوم اشرف بيتصل عليا ويقولي مراتي كانت حامل ونزلت الجنين بسببك، مكانتش طايقاني ولا عاوزة تكمل. ابني اللي انا كنت مستنيه بفارغ الصبر قتلته علشان ما يكونش حاجة تربطني بيها. وحشة حصلت لي بسببك يا هند وانا بقيت اكرهك، وانا منهارة وانا مش قادرة اتحكم في اعصابي. حرام عليك وحرام عليكم كلكم. انا ما عملتش حاجة، كل اللي حصل ان انا كنت في الحمام وانت اللي دخلت عليا زي الحيوان من غير ما تخبط. يعني انا خبطت؟ قلتله لا انت ما خبطتش، الكلام ده تضحك عليهم هما ما تضحكش عليا بيه انا. هو اعلم انت كنت عاوز تدخل عليا ولا انت عملت كده من غير ما تقصد. بقيتش مصدقة حاجة، عمالين تشيلوني حمل كل حاجة ليه؟ مراتك نزلت ابنها يبقى انا السبب؟ دي حسابها هيكون عسير عند ربنا. حتى اللي تروح بريئة من غير ذنب علشان بس عاوزة تتطلق منك. ليه بتشيلوني في قطاطي؟ ليه بتوصلوني للمرحلة اللي انا فيها دي؟ بفكر اني اموت نفسي بسببكم. اوعى تفتكر ان انا عاوزاك. جيت فيك، انا مغصوبة اتجوزك علشان حضرتك شفت جسمي. في اشرف، لو انت بتكرهني انا بكرهك اضعاف كرهك ليا. بريك من كل حاجة ومش عاوزة منك حاجة، اللي انا عاوزاه انك تكتب عليا وبعد كده نتطلق، طبعا عشان نرضي جميع الاطراف. انا راضية اكون مطلقة في السن ده. خلصت كلام معاه قفلت التليفون في وشه وحسيت ان كأني مرتاحة. حسيت اني كسرت غروره وتكبره عليا. ايام بتعدي وانا بتجنب حتى اقعد مع اشرف ولا اتكلم معاه. طلق مراته بعد محاولات كتير انها ترجع له. بعد طلاقهم اشرف بيحزن جدا لانه هو بيحبها قوي. على فكرة انا بحاول اصلح الموضوع كذا مرة وبحكي لمراته اللي حصل، كلها على كل حاجة حصلت ومفيش حاجة حصلت لكل ده، ان هي ترفض ان هي ترجع. واعلم بقى يمكن هي ما كانتش عاوزة تكمل من البداية. بتعدي الايام وبعد طلاق اشرف بشهر بابا بيحدد ميعاد الفرح. لأول مرة برفض وبقول لبابا ان اشرف لسه منفصل، ده اكيد هيعمل لي مشاكل معاه كتير جدا في اول الجواز. لو سمحت يا بابا اصبر شوية. لكن بابا رد عليا وقال لي لا مش هصبر،
ايه يا بابا، هو انا عملت ايه غلط؟ قالي كل حاجة عملتيها غلط. حددت الميعاد ومش هرجع في كلامي. ومشي وانا فضلت اعيط. الايام بتعدي بسرعة ويجي ميعاد الفرح انا واشرف. اشرف بيكون متضايق وبيكون جايب اخره، وانا كمان بكون زعلانة وبكون فرحتي مكسورة. الفرح بيخلص على طول، وانا طول الفرح ولا قمت ولا رقصت ولا اتحركت من مكاني. الفرح خلص، اهلي ودعوني وطلعت وانا واشرف شقتنا. باب الشقة اتقفل علينا. بصيت لاشرف وقلتله بقولك ايه، انت اتكلمت قبل كده كتير وانا سمعتك، النهاردة انت هتسمعني وبس. الناس متربية واعرف ربنا، انا عمري ما عملت حاجة غلط ولا هعمل حاجة غلط. على فكرة اللي حصل ده لا انا ليا يد فيه ولا انت ليك يد فيه، لكن تدبير من ربنا وقدر مكتوب. اخر كده يا ابن عمي، لو عاوز تطلقني اعملني بما يرضي ربنا لحد ما يجي ميعاد الطلاق، لكن لو انت عاوز تكمل معايا زي ما انا زوجتك قدام ربنا وزوجتك قدام الناس، انا ما عنديش مشكلة. لكن انا ماليش في شغل الروايات ده، انا وانت متجوزين لكن على الورق بس. فكر في كلامي على ما اغير فستاني. دخلت اغير الفستان وبعد ما خلصت بيقولي على فكرة كنت ناوي اكمل معاكي عادي، انتي اثرتي عليا مسافات طويلة وانتي مش وحشة، مفيش اي حاجة تخليني ارفضك. حوار الغصب واللي ابوكي عمله هو اللي ضايقني. له انا عارفة اللي عمله بابا ضايقك، بس انت حط نفسك مكانه، انت شفت قرايبنا بيتكلموا عليا ازاي، كانوا بيقولوا عليا ايه؟ يرضيك الكلام اللي قالوه عليا؟ لا طبعا ما يرضينيش، ولو كان يرضيني ما كنتش اتجوزتك. قلتله وانا عارفة ان انت بتحب طليقتك قد ايه، وانا ما عنديش مشكلة ان انا اصلح ما بينكم. قال لي لا ملوش لزوم، هي لو كانت بتحبني كانت صدقتني وسامحتني. قلتله يلا بينا ناكل لاني ميتة من الجوع ونتكلم واحنا بناكل. قال لي يلا بينا. فضلنا ناكل ونتكلم وقت طويل جدا لدرجة ان احنا قعدنا لتاني يوم الصبح. بعد وقت طويل خدت بالي ان الشمس ابتدت تطلع. قلت له يا لهوي يا اشرف، دي الشمس طلعت، يلا ننام ده شوية واهلنا هييجوا. قال لي علشان القعدة حلوة ما خدناش بالنا من الوقت، يلا تعالي علشان ندخل. غيرت هدومي ولبست بيجامة مريحة علشان انام. لقيت اشرف بيقولي ايه اللي انتي لابساه ده؟ قلتله بيجامة. ليه؟ قلتله هنام. قالي هو انتي هتنامي بجد؟ قلتله ايوه هنام، فين المشكلة؟ قالي طيب لما اهلك ييجوا هنقول لهم ايه؟ فهمت كلامه واتكسفت جدا وحطيت راسي في الارض. مني بالراحة وبس راسي وقالي حقك عليا يا هند، بس برضو اللي حصل لنا مفيش حد يستوعبه، عشان كده انا قلتلك ده قدر وكل حاجة مكتوبة. قالي عندك حق، ومن اليوم ده انا كنت مراته قدام ربنا زي ما انا مراته قدام الناس. جم يطمنوا عليا، واول ما عرفوا ان انا بقيت مراته فعلا ما كانوش مصدقين ولا مستوعبين، ان اللي كان يشوف معاملة اشرف ليا كان يقول بس يوم الدخلة بعد هيقتلها. 3 شهور بالظبط من جوازنا ربنا بيرزقني بالحمل. بيفرح قوي لانه لما اتجوز من مراته الاولى اتأخرت في الحمل، ولما حملت نزلت الجنين بسبب اللي حصل. اشرف فرح جدا بموضوع الحمل وقال ربنا عاوز يعوضني، لان انا ما كانش في نيتي اي حاجة وانا اتظلمت. فضل يتكلم كتير وهو قد ايه كان عاوز يصلح طريقته، ولكن الموضوع ده من جوايا ضايقني جدا، لكن خلاني بحس بالغيرة من جوايا ولكن ما بينش، لاني انا فهمته وهو كمان فهمني، حس ان انا متضايقة مني وقال لي حقك عليا، انا مش هجيب سيرتها تاني. فعلا من اليوم ده ما كانش يتكلم عليها خالص. حسيت من جوايا ان هو اتخطى حبه ليها.
أيام بتعدي وأنا بولد وبقوم بالسلامة، بولد واد زي القمر. إننا بيكون أول مسمار في بيت حبنا. بعد ولادتي على طول بقيت أحس إن علاقتنا بقت أقوى من الأول. عملنا سبوح كبير وجمعنا فيه كل العيلة، عملنا أكل وحلويات واليوم كان حلو قوي. لكن للأسف واحدة من عماتي ختمتها. بعد ما الكل اتعشى عمتي بتقولي: مش هو ده اللي انتي كنتي بتقولي مش عاوزاه وما دخلش عليا الحمام؟ كنت طلعتوا على علاقة مع بعض من زمان قوي. كلامها كان كله تلميحات، وكان في كلام من كلامها قالته ما ينفعش اقوله خالص. الوقت ده انا كنت نفاس وما كانش ينفع ارد عليها لان انا كنت تعبانة وما كنتش قادرة اتكلم. شرف هو اللي رد وقال لهم: ما اسمحش حد فيكم يجيب سيرة مراتي على لسانه. ما كانش ما بينا اي حاجة، ودلوقتي في ما بينا الحب كله. ريت تسيبوا الناس في حالها وخلينا نعيش حياتنا. كفاية كلامكم وكفاية اللي عملتوه زمان، وبسبب كلامكم ده انا وعمي كنا هنخسر بعض. لما عماتي سمعوا كلام اشرف اتضايقوا جدا وقاموا مشيوا، وماما اتضايقت جدا، وبعد ما مشيوا فضلت تحاسبن عليهم. ماما فضلت تبص لبابا وقالت له: مش قلتلك ملناش علاقة بيهم؟ قلتلك نقطع علاقتنا بيهم بعد اللي قالوه على بنتك؟ يحرقوا دمها وهي لسه والدة، ينتقم منهم ربنا. يا رب كل كلمة قالوها في حق بنتي تعود لهم. السنين بتعدي وربنا يرزقني من أشرف ب4 أطفال، وبيشتغل وبيكبر في شغله. أنا من يوم ما اتجوزته وأنا حاطة ايدي في ايده وعملنا مشروع مع بعض. كبرنا شغلنا وربنا فتحها علينا علشان عيالنا، ودخلت ولادي مدارس خاصة، وبفضل الله معيشين ولادنا عيشة كويسة. من يوم ما اتجوزت وانا واشرف واحنا متفاهمين وحياتنا مستقرة جدا. طبعا بنتخانق زي اي 2 متجوزين. لو رجع بيا الزمن انا ما كنتش اتخيل ابدا ان انا اتجوز اشرف. قد ان حياتي مستقرة وكويسة الحمد لله، لكن في حاجة من جوايا مضايقاني. احيانا بيجي عليا وقت بحس بالذنب مع اني ماليش علاقة باي حاجة حصلت. كل حاجة كانت مكتوبة ومترتبة من عند ربنا، لكن يصعب عليا طليقة أشرف والجنين اللي موتته من غير ذنب. قولولي بقى ايه رأيكم في القصة؟